التحدي يقدر يكون من اصعب التحديات اللي غادي دير في حياتك، ولكن بكل صراحه غيجي واحد النهار وغتحس بالعيا وغتحس انك باغي تكمل وغاطيح. ما كاينش بكل واقع، حنا راه غير بشر، المهم غاطيح. ولكن هنا فين كاين الفرق ما بين الشخص الفاشل والشخص الناجح، حيت الشخص الفاشل غادي يستسلم، ولكن الشخص الناجح غادي ينوض من ديك الطيحه، غادي ينوض وغادي يكمل. ولكن قبل ما نهضروا على التحدي غادي نهضروا على القوانين والقواعد اللي خاصنا نحترموا باش ننجحوا في الدين. القاعده الاولى او القانون الاول واللي هو انه ما نقدروش نكونوا بيرفكت، حيت الكمال لله سبحانه وتعالى. ولا فاتك شي نهار رجع مباشره، ما تقولش زعما صافي اليوم ما درتش ديك العاده صافي غنحبس غنستسلم صافي حتى النهار الاخر، لا كمل داك النهار ضرب فيه جهد ديالك تا هو، ما تعياش صافي ضرب عاوتاني النهار الاخر قول هاد النهار اللي جاي غدا غيكون احسن من النهار اللي فات، غنضرب غنكملوا هاد النهار. ما ضربتيش حتى هو قول النهار اللي موراه حتى هو غنضرب احسن من النهار اللي فات. هاد التكنيك غادي يعاونك بزاف، غادي يعاونك باش تطور وتوصل بالسلم. واهم حاجه هي انك ما تستسلمش. كنا كنفشلوا ولكن اللي كيعاوننا باش اننا نطوروا هو داكشي اللي كنديرو مورا ما كنطيح. انت كاين الناس اللي كيطيحوا كيستسلموا كيزكاو بلاصتهم صافي انا هادشي ماشي ديالي ما عندي ما ندير به. كاين اللي واخا كيطيح كينوض كيكمل في الطريق ديالو، ماشي كيخليه. كل فيديو غادي نحط خاصك تطبقو القاعده اللي غنعطيك خاصك تطبقها، وكل قانون عندك خاصك تطبقو، وفي نفس الوقت عندك الحق انك تزيد القوانين الشخصيه ديالك وتعدل فيها كما، بالاضافه لانه ما عندكش الحق تقارن راس من غير راس. يعني قارن راسك بداكشي اللي درتي البارح بنت اللي كنتي كي كنتي البارح، كي كنتي العام اللي فات، الشهر اللي فات، السيمانه اللي فايته، النهار اللي فات، ولكن ما تقارنش راسك بالناس الاخرين حيت هما فوضيه وانت فوضيه. المهم ما تقارنش راسك حيت كل واحد عنده ظروف مختلفه، وهذا هو القانون الثالث او القاعده الثالثه. القانون الرابع هو انك خاصك تحمل مسؤوليه، تحمل المسؤوليه ديال راسك، حيت دابا انت يقدر تكون مراهق او شخص كبير، ولكن المهم اللي هو انك خاصك تحمل المسؤوليه ديال داكشي اللي درتي. يعني وخاصك تعترف لدماغك بلا ما تبقى كتخبى مور الاعذار، حيت الاعذار ما عمرهم ما غيعاونوك في والو. حيت حنا ديما كيعجبنا نبقاو كنلتمسوا الاعذار بسبب هادي بسبب هادي، ديما كتوقع في الناس ولا في الحوايج ولا في الاشياء. المهم ديما راه ماشي الناس هما السبب هو انت. اعترف بهادشي حيت هادشي غيعاونك باش تزيد لقدام، وما تلومش الظروف، هاد الظروف عمرها ما كانت السبب، وكمل في الطريق ديالك. القانون الخامس واللي كيقول انه ما عندكش الحق انك تحكم على راسك في مده اسبوع. يعني واخا تبقى دير ديك العاده ولا دوك العادات لمده اسبوع ما تقول صافي ما عطونيش نتائج، حيت هذا هو السر اللي كيخلي اغلب الناس يستسلموا وما كيوصلوش. حيت راه ما خاصكش تقابل داكشي في وقت بسيط، حيت السيمانه راه ما كتسوى والو، ولكن السيمانه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه التكرار راه هو اللي كيعاونك باش تبان لك الفرق، باش يبان لك الفرق ما بين السيمانه الاولى والسيمانه الاخرى. القانون الاخير واللي هو انه تفرج في كل فيديو غادي نحط نهار الحد مع السبعه ان شاء الله باذن الله. كل سيمانه غنشرح لكم عاده جديده وغادي نبنيوها، وهذيك العاده غتبقى لمده 7 ايام وغادي نكملوا بها وغنزيدوا على العاده الجايه تاع السيمانه الجديده. هذا هو التحدي ديالنا. التحدي ديالنا كيقول اننا خاصنا نبنيو عاده كل سيمانه، حيت هادشي اللي كيقول الكاتب جيمس كلير في الكتاب ديال العاده الذريه. غادي نحترموا هذا القانون باش اننا نبنيو عادات صحاح ونكملوهم. ولا عجبك الفيديو كنتمنى انك تكتب انا داخل في التحدي، انا معاك في التحدي. الا بغيتي تكمل معنا وتشوف الفيديوهات الجايه دير سبسكرايب، وما تنساش الهدف من هادشي هو انك تطور راسك ماشي تبان منضبط قدام الناس. وتسناوني حد مع السبعه ان شاء الله باذن الله. الا ما قدرتش نحط فيديو كنعتذر لكم ونتلاقاو في الفيديو الجاي.